رد فعلك؟ ما قاله المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى وما قاله المستشار الرشيدي في المحاكمة الثانية ومرافعة حبيب العدلي عن نفسه والخطاب الذي ألقاه حسني مبارك بنفسه دفاعا عن نفسه، كل هذه الأمور تؤكد بشكل واضح أن هذه القضية صارت في الطريق الخطأ. فكرة القضية ان هي قضية جنائية، قضية جنائية. مبارك ترافع مرافعة سياسية عن عهده مع أنهم قالوا لنا هذه قضية جنائية تخص واقعة بتحديدها ولا تتحدثوا في السياسة. بس نرد على معلش، الحبيب العدلي تحدث حديثا سياسيا. المستشار الرشيدي أراد أن يقول كنتم رفعتم قضية بطريقة أخرى. كذلك قال المستشار أحمد رفعت في حيثيته الطويلة التي حرص على أن يقرأها كاملة. هناك قضية مرفوعة بالفعل لم يحركها النائب العام، أنا أحد الذين رفعوا هذه القضية، وهي مكونة من 100 صفحة كاملة لإدانة عهد بأكمله، وفيها إحالة إلى وقائع تصلح في حد ذاتها أن تكون جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، بل هي بالفعل جرائم منصوص عليها في العقوبات. كما هو معروف في المنطق المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. أنا لا ألوم القاضي، القاضي نص، القاضي أدلة، والأدلة كثير منها قد طمس، القاضي شهود، والشهود قرأنا جميعا شهاداتهم واحدا واحدا، لكنني ألوم النيابة التي حولت القضية في مسار بعيد عما أراده الناس وعما كان ينبغي أن يكون. يعني كيف كانت، هسمع حضرتك يا سيد المستشار، لكن أنت كنت شايف محاكمة ثورية ولا محاكمة، ولا شكل المحاكمة يعني يكون الاتهام في أي اتجاه يا في طريقين. في طريق الناس تحدثت عن محاكمة ثورية والدستور تحدث عن ثورة والشعب أقره، ووثيقة تسليم الحكم من المستشار عدلي منصور إلى المشير عبد الفتاح السيسي تحدثت عن ثورة، وهذا أمر كان من الممكن أن يبرر ذلك. أيضا القضية التي رفعت من قبل البعض وكنت أنا واحد منهم أمام النائب العام منذ سنتين بالمناسبة، يعني حتى قبل وصول الإخوان إلى الحكم، لأننا استشعرنا أن القضية تسير في الطريق الذي لن يؤدي إلى شيء.